وبعدين بقى يا مجدي انا طهقت من العيشه دي اللي تقرف. وانا بس هعمل لك ايه يا حبيبتي؟ اديني على رأي المثل عامل زي الطور اللي بيدور الساقيه، عينيه متغميه وعمال يدور زي النحله. هي الدنيا دي يا حبيبتي بقى فيها راحه ابدا؟ لكن انت المفروض انك راجل اتخلقت للتعب والشقة، وانا واحده ست اتخلقت عشان استريح واتمتع بالدنيا واحس بجمالها، مش اصبح من الفجر ولا على الوابور واعمل شاي واجهز الفطور وبعدين انزل اركب الترماي واوصل للشغل وتستلمي البوسطه وتأيديها وتسركي الصادر والوارد وتقدمي الاوراق للعرض على سياده المدير. وايه كمان؟ هادي انت عارف. يا سلام، وانا بقى قاعد على القهوه وحاطط رجل على رجل وعمال اشرب دي كازوزه ودي قهوه ودي شيشه انت بتتريق عليا يا مجدي؟ مش عاجبك كلامي؟ لا العفو، لا ايه العفو الكبير يا ست وفاء. انا لا سمح الله اقدر. المهم فضنا بقى من الكلام ده. ايه ونفضنا ليه واحنا ورانا حاجه؟ هو الكلام ده بطال؟ ما هو عال اهو وزي الزفت. انت زعلت يا حبيبي؟ لا ابدا ابدا، ايه بالعكس، ده انا حتى مش عارف مبسوط ليه النهارده قوي. لكن انت مكشر يا حبيبي. لا يا ست ما تاخديش في بالك، لا. انت لازم تعبان يا مجدي، انت اشتغلت كتير النهارده؟ لا ابدا مفيش غير 3 قضايا جنح اترفعت فيهم وجنايه كده بسيطه. ايه، قتل؟ لا مخدرات. يا ساتر، وايه كمان؟ وخدي عندك كمان يا ستي محضر بوليس محترم يا خبر، ايه ده كله؟ امال بتقول انك ما اشتغلتش ازاي؟ اعمل لك ايه يا ست هانم؟ اعمل لك ايه اذا كنت جايه تشتكي لي من ركوب الترماي مرتين في اليوم، مره الصبح ومره الساعه 2 و3 4 جوابات بتسركيهم وورقتين للعرض على سياده المدير. لكن انا بتعب في الشغل يا مجدي. يا ستي هو في حد في الدنيا ما بيتعبش من الشغل؟ امال هم سموه شغل ليه؟ انا عارفه. عشان متعب يا ست هانم. عندنا الاحكام يا ستي بيقسموها نوعين، احكام عاديه واحكام مع الشغل. ايوه، لكن الشغل في السجن غير الشغل بره. ايوه لكن النتيجه واحده، اهو كله شغل كله تعب. الدنيا كده ما فيهاش راحه ابدا. لكن انا بتعب من الشغل يا مجدي، وانت عارف ان كلها اسبوع بالكتير ويبقى عندنا طفل، هنعمل ايه بقى معاه؟ ولا تزعلي يا ستي، وقتها يحلها ربنا. يعني هيرزقنا بالعيل ومعاه خدامته؟ يا ست هانم، لما يرزقنا ربنا بالعيل نبقى احنا نجيب له خدامه. طب وايه المانع اننا نجيب الخدامه من دلوقتي؟ يعني يا ست هانم انا مقصر في حاجه؟ ما انا مكلم 60 واحد على خدامه. عم رضوان البواب موصيه بقالي 3 اشهر، ام نعيمه الغساله موصيها بقالي سنه، لوس تسليم السباك ما فتش عليه مره الا لما وصيته. لكن توصيتك ما جابتش نتيجه يا مجدي. يبقى ايه اللي في ايدي بقى عشان اعمله؟ اضرب الارض تطلع بطيخ؟ لا، تعمل زي كل الناس ما بتعمل. بيعملوا ايه الناس يا ست وفاء؟ يقدموا طلب لنقابه الخدامين.